ازيكم يا حلوين طلبة سنة 5 ابتدائي عاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير واتمنى ان انا اكون وحشتكم وانا اكيد وحشتكم. يلا بينا بقى النهارده هنبتدي مع بعض وحدة جديدة خالص. الوحدة بتاعتنا النهارده بتتكلم عن المادة. طيب المادة هنعرف يعني ايه هي مادة، ايه هي امثلة المواد اللي حوالينا، ازاي بنقيس المواد دي، مقارنة ما بين حالات المادة دي وما بينها وما بين بعض. طيب تعالى النهارده بقى نبتدي. اول مفهوم هو بيتكلم عن المادة اللي حوالينا. طيب بيقول لي اهو ايه رأيك انهي كلمة هقدر اوصف بيها قالب الطوب ده؟ هل انا اقدر اقول على قالب الطوب ده ان هو طاقة؟ لا يا ميس، الطاقة دي حاجة تانية خالص. لا. طب هل اقدر اقول عليه ان هو شغل؟ لا يا ميس، ده انا خدت ان الشغل ده هي القدرة او الطاقة المبذولة على اللي بذل شغل، او القدرة على بذل شغل، يعني مش برضو مش شغل. انما انا عندي هي مين؟ هي مادة. يبقى انا عندي قالب الطوب ده عبارة عن مادة. قال لي ان الماده دي هي اي حاجه حوالينا بتشغل حيز من الفراغ. يعني ايه يا ميس؟ يعني اي حاجه حوالينا اخده فراغ. يعني القلم ده اخد فراغ من الاوضه يبقى معانا، الماوس ده اخد فراغ من الاوضه يبقى ده ماده. طيب يبقى انا كده كلمه ماده يعني ايه؟ الماده دي يعني اي حاجه بتشغل مكان من الفراغ اللي احنا موجودين فيه وليها كتله. تمام؟ يبقى تاني ايه هي كلمه ماده؟ هي اي شيء لمين؟ ليه كتله. اي شيء ليه ايه؟ ليه كتله ويشغل حيز من الفراغ. ويشغل حيز من ايه؟ من الفراغ، يعني بياخد مكان من الفراغ، بياخد مكان من الاوضه اللي احنا قاعدين فيها دي. طيب حلو قوي. طيب قال لي ان لكل ماده بيبقى ليها مجموعه خصائص كده. يعني مجموعه ايه؟ يعني مجموعه صفات. خصائص يعني ايه؟ يعني صفات. خصائص يعني صفات. يبقى انا دلوقتي اللي هدرسه في المفهوم ده هدرس يعني ايه ماده. وقلنا ان الماده هي اي شيء ليه كتله ويشغل حيز من الفراغ اللي احنا موجودين فيه. طيب وقلنا ان الماده دي بيبقى ليها خصائص اسمها خصائص او صفات اسمها ايه؟ خصائص الماده. طيب حلو قوي. دلوقتي انا عندي حالات المادة 3. قال لي ممكن الاقي المادة عندي دي في صورة مادة صلبة زي الكورة دي صلبة اهي ناشفة. طيب قال لي ممكن كمان الاقيها في صورة سائلة زي مين؟ زي المية. قال لي ممكن كمان الاقيها في صورة غازية زي الهواء اللي بيشغل ايه؟ اللي موجود في الكوباية من جوه ده فيها هواء. الكوباية مش فاضية، الكوباية فيها هواء. طيب يبقى انا عندي حالات المادة 3. اول حالة عندي صلبة، سائلة، وغازية. قال لي صلبة زي ايه؟ زي الصخور، زي الكتاب، زي الأقلام. طب والسائلة؟ قال لي لا، ده زي اللبن، زي المية، زي العصير. طب والغازية؟ قال لي زي الغاز اللي بيبقى داخل الأسطوانة، اللي هو داخل ايه؟ أنبوبة الغاز بتاعتنا، أو داخل ماسورة الغاز بتاعتنا. حلو. أو داخل بالونات الهواء. مش احنا أصلا البالونة دي بننفخها عن طريق الهواء أصلا اللي بيبقى طالع مننا أهو، بيبقى عن طريق ايه؟ ثاني أكسيد الكربون، او بخار الميه لما باجي اغلي ميه. يبقى انا عندي حالات الماده 3 صلب وسائل وغاز. حالات الماده 3 صلب وسائل وغاز. حالات الماده 3 صلب وسائل وايه؟ وغاز. طيب حلو قوي. قال لي بس انا عندي كده ملحوظه بتقول لي يا ميس ان الصوت والضوء مش ماده. امال ايه يا ميس الصوت والضوء دول ايه؟ قال لي دول عباره عن حاجه اسمها طاقه. عباره عن حاجه اسمها ايه؟ طاقه. مش احنا دايما بنقول طاقه الصوت، طاقه الضوء. وعلشان الضوء، طب هما ليه مش ماده؟ ليه مش ماده؟ قال لي علشان ما لهمش كتله ومش بيشغلوا حيز من الفراغ. قال لي الضوء بيشغل حيز من الفراغ ماشي، لكن ملهوش ايه؟ ملهوش كتله. وهكذا. يبقى انا عندي الصوت والضوء طاقه وليست ماده. خلي بالك عشان بقى الحته دي بتيجي كتير قوي في الامتحانات. هيجي يقول لك ايه ده صح وغلط. الصوت عباره عن ماده، غلط، مش ماده، ده طاقه. الضوء عباره عن ماده، لا برضو غلط، ده ايه؟ ده طاقه. يبقى الصوت والضوء ليسوا بماده، انما هما ايه؟ هما طاقه. حلو قوي. طيب قال لي طيب ينفع يا ميس الاقي ماده عندي موجوده في اكتر من حاله؟ قال لي عادي جدا. ممكن الاقي زي المنظر اللي قدامي ده. انا عندي مكعبات تلج سايح منها جزء، في جزء منها متحول لميه، وجزء تاني متحول لايه؟ متحول لتلج لسه زي ما هو، صح كده؟ انا عندي اهو مكعبات التلج اهي لسه في حاله ايه؟ في حاله صلبه. وعندي كمان هنا ايه؟ اهي الميه
دي في حاله سائله. يبقى انا عندي عندي الماده اللي هي الميه ممكن تكون موجوده في اكتر من حاله مع بعض. قال لي زي مثلا عندي التلج اهو، هي عندي التلج عندي وعندي ميه، يبقى الميه عندي هنا في اكتر من ايه؟ اكتر من حاله، في الحاله الصلبه والحاله السائله. يبقى انا هنا عندي مادتين مختلفين. قال لي ممكن ان الماده الواحده اهو، الماده الواحده بتبقى في 3 مين؟ في 3 حالات، صلب وسائل ومين؟ وغاز. حلو قوي. قال لي بس ثانيه، لكل حاله منهم خصائص وصفات مميزه ليها. يبقى تاني، سواء كانت في الحاله الصلبه او في الحاله السائله او في الحاله الغازيه لنفس الماده، وليكن عندي ميه وتلج مثلا وبخار ميه، قال لي 3 حالات مختلفه بس، والثلاثه لنفس الماده اللي هم مين؟ اللي هم ميه، بس ليهم صفات ومميزات وخصائص مختلفه. ماشي؟ حلو، جميل جميل. طيب طب دلوقتي هنتكلم عن سبيسيفيك مين؟ الميه. هنختص بالميه. حالات الميه موجوده في الحاله الصلبه بتكون في صوره مين؟ تلج. طيب وفي الحاله السائله بتكون في صوره ميه سائله. وفي الحاله الغازيه بتكون في صوره ايه؟ بخار ميه. يبقى في الصوره الصلبه بتكون في صوره تلج، في الصوره السائله بتكون في صوره ماء سائل، في الصوره الغازيه بتكون في صوره بخار ميه. حلو، جميل جميل. ده ال3 حالات بتوع مين؟ الميه. حلو قوي. طيب دلوقتي يا ميس انت قلتي لي ان الميه ليها 3 حالات، صلب وسائل وغاز، تلج وميه وبخار ميه. طب قولي لي ايه اوجه التشابه اللي ما بينهم واوجه الاختلاف؟ قال لي ان ال3 يعتبروا نفس الماده. عندي تلج ده ميه، ميه سائله دي ميه، بخار ميه ده في الاصل ميه. ال3 كلهم عباره عن مين؟ نفس الماده، سواء كانت صلبه او سائله او غازيه، ال3 ليهم نفس الماده. دي حاجه هما بيتشابهوا فيها. طيب ده كان اوجه التشابه. طب يا ميس قولي لي ايه اوجه الاختلاف؟ قال لي اوجه الاختلاف ان هما كلهم، ان كل حاله ليها خصائصها لوحدها. خصائصها يعني ايه؟ يعني صفاتها. يبقى تاني، انا عندي الماده اللي هي الميه، احنا خلينا عادة نتكلم عن الميه. الميه ليها 3 حالات، صلب وسائل وغاز، تلج وماء سائل وبخار ميه. قال لي اوجه التشابه اللي ما بينهم ان كلهم لنفس الماده، كلهم للميه. طب وجه الاختلاف اللي ما بينهم؟ قال لي لا، ان كل حاله منهم ليها صفات وليها ايه؟ خصائص خاصه بيها. قال لي طب ثانيه واحده يا ميس، هل انا ممكن اقدر احول من حاله لحاله تانية؟ قال لي قال لي طب ازاي؟ قال لي عن طريق حاجه اسمها التسخين والتبريد. يبقى عن طريق حاجه اسمها ايه؟ التسخين والتبريد. يبقى عن طريق التسخين والتبريد انا اقدر احول الماده من حاله لحاله تانية. يعني مثلا انا لو جبت تلج من الفريزر وعرضته للنار، انا كده اديته ايه؟ اديته حراره، سخنته، هيبدا يتحول من الصوره الصلبه الى الصوره السائله. يبقى هو كده حالته اتغيرت ولا لا؟ حالته اتغيرت من صلب لسائل عن طريق التسخين. طب يا ميس ثانيه واحده، انا دلوقتي معايا اهي عملنا جيلي عايزين نحطه في التلاجة عشان يجمد، عشان ينشف، يبقى ايه بقى؟ يبقى حاجه صلبه. قال لي لما او مثلا عملنا ايس كريم وعايزين نحطه في التلاجة عشان ايه يجمد. طيب هو الايس كريم بيبقى في الاول بيبقى في صوره سائله، لما باجي احطه في الفريزر بقى، لما ماما بتعمله تيجي تحطه في الفريزر، بيبدا يتحول من الصوره السائله للصوره الصلبه. عن طريق ارتفاع ولا انخفاض درجه الحراره؟ عن طريق انخفاض درجه الحراره، عن طريق حاجه اسمها التبريد. يبقى عن طريق التسخين او التبريد بقدر احول الماده من حاله الى حاله ثانيه خالص. جميل جميل، حلو قوي. اهو قال لي ممكن تتحول الميه لبخار ميه بالتسخين، وكذلك يمكن ان يتحول الماء اهو الى ثلج بمين؟ بالتبريد. جميل. طب تعالى نحل مع بعض دول. قال لي اي المواد التاليه يمكن ان تنسكب. ايه هي يعني ايه تنسكب؟ يعني تتكب. هل الخشب ممكن يتكب؟ هل الميه ممكن تتكب؟ اكيد يا ميس، اكيد الميه بتتكب. طيب قال لي الماده التي يمكن ان تنسكب تعتبر الماده اللي هي اللي هتنسكب او هتتكب تعتبر ماده ايه؟ الميه دي تعتبر ماده ايه؟ ماده سائله. قال لي عشان بقى نتعرف على الخصائص بتاعت كل حاله هناخدها ايه؟ هناخد النشاط ده.
احنا هنعرف خصائص او صفات ما كل ماده. فهنجيب ماده صلبه وليكن كره التنس دي، هنجيب ماده سائله وليكن الميه، وهنجيب برفيوم كده او ايه او عطر علشان نشوف الحاله الغازيه بتاعتنا. طيب وهنبدا ان احنا نشوف بقى خصائص كل ماده، نشوف الصفات بتاعت كل ماده. والله همسك مثلا الكوره بتاعت التنس دي، اشوف لونها، اشوف شكلها، اشوف حجمها، اشوف هي صلبه ولا سائل ولا غاز. امسك الميه دي اشوف لونها، اشوف حجمها، اشوف ملمسها، سائل ولا صلب ولا غاز. البرفان كذلك وهكذا. وهبدا اجمع في التيبل اللي عندي ده الخصائص او الصفات بتاعت كل ايه، بتاعت كل ماده عندي. طيب هلاحظ ايه؟ هلاحظ ان بعض المواد ليها شكل ثابت، شكلها مش بيتغير، ومواد تانية بتتغير. هناخد ايه هي المواد اللي ليها شكل ثابت والمواد اللي بتتغير كمان شويه. قال لي هلاقي ان بعض المواد ممكن ان هي تنسكب او تتكب، وبعضها ايه لا يعني انا الكوره دي مش هعرف اكبها في الكوبايه، لا هي هتاخد ايه، تفضل محتفظه بالشكل اللي هي فيه، شكل اللي هو الدايره ده. تمام. يبقى معنى كده ان كل حاله من الحالات بتاعت الماده ليها خصائص معينه او خاصه بيها هي، سواء كانت صلبه او سائله او غازيه. او قال لي ان هنا الاستنتاج بقى او الكونكلوجن اللي هطلع بيه من التجربه دي كلها ان المواد بتختلف عن بعض في خصائص زي اللون او الشكل او الحاله الفيزيائيه. ايه هي الحاله الفيزيائيه؟ خلي بالك بقى من الكلمه دي عشان تبقى ايه هنستخدمها كتير. حاله فيزيائيه يعني صلب او سائل او غاز. حاله فيزيائيه صلب سائل غاز. معنى لما اجي اقول لك ايه هي حاله الماده دي الفيزيائيه، تقول لي معناها مثلا الحاله دي صلبه، لا الحاله دي غازيه، لا الحاله دي سائله، وهكذا. يبقى يعني ايه حاله فيزيائيه؟ يعني صلب او سائل او ايه او غاز. حالتها عامله ازاي؟ تعالى بقى ناخد دلوقتي، انا عندي ماده حاله زي هناخد الحاله الصلبه والسائله الغازيه، ونشوف بقى ايه بتتكلم ايه او صفاتها ايه، خصائصها ايه. ماشي. قال لي اول حاجه هاخدها عندي وهي الماده الصلبه. قال لي اول حاجه ان انا عندي في الماده الصلبه دي ان ليها شكل محدد وثابت، يعني شكلها مش بيتغير. والله انا لو حطيتها في كوبايه، حطيتها تحت السرير، حطيتها في شنطتي، هتفضل شكلها ثابت، هيفضل شكلها مدور، اخد الشكل اللي هي شكل الكوره ده، هتفضل شكلها ثابت مش هيتغير. يبقى ليها شكل وحجم ثابتين. بتشغل حيز من الفراغ، اذا هي ماده. احنا قلنا ان الماده يعني بتشغل حيز من الفراغ. يبقى اول حاجه ان قلنا عندنا الماده الصلبه ليها شكل محدد وليها حجم ثابت. شكل محدد، حجم ثابت. حلو. قال لي هي الماده الصلبه دي ممكن تتسكب، ممكن تتكب؟ قال لي لا مش هعرف تتكب. يبقى هي ايه؟ لا يمكن ان تنسكب. طيب يا ميس ثانيه، المواد بقى بتختلف مع بعض في الحاله الصلبه في ايه؟ قال لي لا، ماده بيبقى ليها مثلا لونها احمر، ماده ليها اصفر، ماده شكلها قلب، ماده شكلها مثلث، ماده شكلها مربع. يبقى انا عندي مواد بتختلف فيها في ايه؟ المواد الصلبه. احنا بنتكلم عن المواد مين الصلبه؟ بتختلف في اللون، في الشكل، في الملمس. والله دي ناعمه، لا دي خشنه، وهكذا. انا هنا كنت بتكلم عن الماده الصلبه. طب تعالى نتكلم عن الماده السائله. قال لي الماده السائله دي اول حاجه عندي، انا عندي ازازه فيها ميه. قال لي الازازه اللي فيها الميه دي، الميه مش اخده شكل الازازه؟ قال لي اه. طيب الكوبايه دي فيها حبه ميه، الميه مش اخده شكل الكوبايه؟ قال لي اه. حلو قوي. يبقى الميه ملهاش شكل ثابت، بتتغير على حسب الاناء اللي هي موضوعه فيه. يبقى الميه ليس لها، السائل ليس له ايه؟ ليس له شكل محدد، بس ليه حجم محدد، بس ليه ايه؟ حجم ثابت. يعني ايه حجم؟ يعني الحيز اللي بتشغله من الفراغ، الحيز اللي هي اخداه من الفراغ ده ليها حجم ثابت. بمعنى ايه؟ انا لو جبت لتر لبن ورحت بيه المدرسه هلاقيه لتر لبن، رحت بيه البيت هلاقيه لتر لبن، رحت بيه السوبر ماركت هلاقيه لتر لبن. يبقى انا هنا بتكلم ان السوائل ليها حجم ثابت. يبقى خد بالك بقى، انا قلت لك ان الصلب ليه شكل محدد وحجم ثابت. ثابت. طيب انما في السائل قلت لك لا، شكل مش ثابت، حجم ثابت. طب يا ميس زي ايه؟ قال لي بس قبل ما نخش على الحاله السائله، على الحاله الغازيه،
قال لي ان الماده يمكن ان حاله السائله ممكن ان هي ايه تنسجم، ممكن ان هي تتكب عادي جدا سهله. طب تعالى بقى انا اكلمك في الحاله ايه، الحاله الغازيه. قال لي الحاله الغازيه ملهاش لا شكل ثابت ولا ليها حجم ثابت. ازاي يا ميس؟ قال لي لو جبت بالونه ونفختها. قال لي البالونه دي لو نفختها وضغطت عليها مش شكلها هيتغير؟ قال لي اه. قال لي معنى كده ان الهواء ملهوش شكل محدد، ملوش شكل ثابت. ماشي. قال لي وكمان حجمه مش ثابت. ممكن الحجم او ممكن الهواء مثلا اللي انا حاطه في بالونه قد كده ممكن افرغه في بالونه تانية اكبر. الحجم الغازات مش ثابته. حلو جميل. يبقى انا ممكن اقول ان انا بقى هنا عندي اهو الصلب ثابت، السائل ثابت ومتغير، انما الغاز متغير ومتغير. يبقى تعالى بقى نقولها لك مع بعض تاني. تعالى. انا عندي هنا اهو صلب، سائل وغاز. طيب انا عندي هنا الصلب ليها شكل ثابت، طب ليها حجم ثابت برضو، يبقى ثابت ماشي. ثابت ايه؟ ثابت. طيب السائل قال لي ليها شكل متغير، ليها حجم ثابت، انما الغاز لا، ده متغير. يبقى انا هحفظ صلب ثابت سائل متغير ثابت، الغاز متغير. هعرف بقى انا متغير في الحجم وفي الشكل، انا عارفه، بس انا ايه، خلينا نكون محافظين ان ثابت متغير متغير. دي ثابت شكل ثابت حجم، السائل ثابت حجم متغير شكل، الغاز متغير شكل متغير حجم. حلو جميل. طيب قال لي اهو ان الماده الغازيه ليس لها شكل محدد او حجم ثابت، بتاخد شكل الاناء اللي بتتحط فيه. لو نفختها في بالونه على شكل قلب، على شكل دبدوب، على شكل مدوره عاديه، هتاخد شكل الاناء اللي هي محطوطه فيه. قال لي ان الماده الغازيه عامه او غالبا يعني ما بعرفش اشوفها. ليه؟ لان هي بتبقى غاز، اغلبها بتبقى ايه، بتبقى عديمه اللون، يعني مش بتتشاف. حلو. طيب قال لي ان الماده الغازيه بتنتشر في كل مكان حوالينا، يبقى الماده الغازيه موجوده في كل مكان حوالينا. يبقى انا عندي اهو الجمله اللي انا عايزه اثبتها معاك، الحاجه اللي انا عايزه اثبتها معاك، ان الصلب ثابت، السائل متغير ثابت، الغاز متغير. الصلب ثابت حجم ثابت شكل، السائل لا، ده متغير شكل ثابت حجم، انما الغاز لا، ده متغير في الاتنين. حلو جميل. قال لي هو عندي شويه نوتس كده مهمه قوي ان انا اعرفهم. قال لي بتتشابه الماده الصلبه مع الماده السائله في ان هما الاتنين ليهم حجم ثابت، انما انا عندي الصلب ليه شكل ثابت انما السائل ايه، ملهوش. اهو قال لي لا يمكن رؤيه معظم المواد الغازيه، احنا لسه قايلينها، بس انا ممكن استدل على حركه او على وجود الغاز ده منين؟ قال لي عن طريق حركه اوراق الشجر. هو لما ورقه الشجر بتتحرك مش معنى كده ان في هواء، انا مش شايفاه بس انا حاسه بيه، ممكن ان انا احس بيه. حلو قوي. زي مين؟ زي تحرك اوراق الشجر. حجم البالونه زيادتها او نقصها، زادت حجم مين؟ البالونه. لما البالونه تتنفخ قوي او ايه، او ما تبقاش منفوخه قوي، تبقى صغيره، ده برضو بستدل على وجود ان في هواء او لا، في غاز او لا. تعالى بقى دلوقتي نتكلم عن تركيب المادة. هي المادة دي مش مكونة من ايه؟ قال لي ان المادة دي مكونة من حاجات صغيرة جنب بعضها كده، بقول عليها حاجة اسمها جسيمات. بقول عليها ايه؟ جسيمات. يبقى انا عندي المادة بتتكون عبارة عن حاجات صغيرة جدا متناهية الصغر، اسمها جسيمات. جسيم جنب جسيم جنب جسيم جنب جسيم، كون لي في الاخر ايه؟ حاجة اسمها المادة اهي. جسيم جنب جسيم جنب جسيم، حاجات كتير جنب بعض كونت لي ايه؟ المادة.
يبقى ايه هي المادة؟ هي عبارة عن وحدات متناهية الصغر تعرف بايه؟ بالجسيمات. طيب حلو قوي. قال لي انا عندي هنا ان الجسيمات بتكون في حالة حركة مستمرة، وخد بالك من النوت دي قوي، خد بالك من الملحوظة دي قوي 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 علشان مهمة في الحتة اللي جاية. يبقى هحتاجها كمان شوية. يبقى انا عندي الجسيمات في حالة حركة مستمرة، في حالة حركة مستمرة، يعني الجسيمات دي مش ثابتة بمعنى اصح، هي على طول بتتحرك. ماشي؟ جميل؟ جميل. قال لي انا عندي هنا ملحوظه ان بيقول لي في بعض المواد انا ممكن ما اشوفهاش، زي عندي الهواء والجراثيم، انا ممكن ما اشوفهاش بعينيا. صح؟ هو انت بتقدر تشوف الهواء بعينيك؟ قال لي لا بس هو ماده. تقدر تشوف الجراثيم بعينيك؟ قال لي لا بس هي ماده. قال لي فانا عندي بعض المواد ممكن ما اقدرش اشوفها بعينيا، زي مين؟ زي الجراثيم والهواء. طيب قال لي طيب يا ميس ثانية واحدة، احنا قلنا ان الجسيمات دي متناهية الصغر صح؟ حلو قوي. طيب ايه اللي هيحصل لو انا جبت المادة دي وقطعتها لقطع صغيرة 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 صغيرة؟ قال لي اول حاجة لو مثلا جبت قطعة الذهب وبدأت ان انا اكسرها لاجزاء صغيرة صغيرة صغيرة، قال لي هلاقيها في الاخر خالص ان هتتكسر لاجزاء انا مش هقدر اشوفها بالايه؟ بالميجر. اسمها ايه؟ الجسيمات. يبقى انا لو انا عندي ماده فضلت اكسر 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 في الماده دي هتوصل لغايه ايه؟ حاجه صغيره جدا 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 انا مش هقدر اشوفها، اسمها جسيمات، ودي اللي بتتكون منها الماده. حلو قوي. طيب تعالى بقى دلوقتي اقول لك، خد بالك ان احنا قلنا ان الجسيمات دي في حاله حركه مستمره. تعالى طب بقى الجسيمات دي نبدا نشوفها هي عامله ازاي في الحاله الصلبه والحاله السائله والحاله الغازيه. عايز اشوف الاختلاف اللي ما بينهم. طيب ركز معايا قوي بقى. قال لي انا في الحاله الصلبه انا شكل الجسيمات عندي بيكون شكلها متقارب جدا. بمعنى ايه؟ تعالى بقى انا اقولها لك هنا ايه. قال لي اول حاجه انا عندي هنا صلب، سائل، وغاز. قال لي ميس وريني شكل الجسيمات في الثلاثه. اقول لك. قال لي في الجسيمات في الصلبه بتكون لازقه في بعض. طيب وفي السائله لا، بتكون بعيده عن بعض شويه، في ما بينهم مسافات شويه. طيب والغاز لا، دي بتكون ايه؟ كل واحده منهم في حته. يبقى انا عندي الجسيمات هنا بتكون مترابطه ببعض، عشان كده بتكون حركتها بطيئه، بتتحرك في مكانها، بتتحرك. ها اللي يجي يقول لي ان الحاله الصلبه الجسيمات فيها ما بتتحركش، اقول له انت كده مش مذاكر. ليه؟ لان انا لسه قايلك من شويه ان الجسيمات في حاله حركه مستمره. طيب هنا بتتحرك. طيب السائله او بتتحرك ببطء، في السائله بتتحرك ببطء. طب في السائله اي لا، ده في ما بينهم مسافات شويه، فبيتحركوا بس اسرع من مين؟ من الصلب، لان عندهم في مسافات، في قوه الترابط ما بينهم اقل من مين؟ من الصلبه، مش مترابطين قد كده، عندهم طاقه اكبر، علشان كده بيتحركوا بطريقه اسرع شويه. طب تعالى عند الغاز. قال لي ان الغاز المسافات اللي ما بينهم كبيره اكتر اهي. قال لي عندهم طاقه اكبر، بيتحركوا بسرعه اكبر. حلو جميل جميل. يبقى تاني بقى انا اهو، انا عندي الجسيمات هنا بتتقارب اهي. بص الجسيمات جنب بعض ازاي. قال لي عشان كده بتتحرك حركه بطيئه، بتتحرك بس حركه بطيئه. قال لي وعشان كده بتمتلك طاقه صغيره، يعني ما عندهاش طاقه ان هي تتحرك بسرعه. طب السائله؟ قال لي لا، ده عندها ايه هنا اهو؟ حيز اكبر من مين؟ من الصلب، علشان كده بتتحرك بحريه اكتر. قال لي عشان كده طاقتها متوسطه، عشان بتتحرك بسرعه اكبر شويه من الصلبه. طب تعالى عند الغازيه بقى. قال لي لا، ده حدث ولا حرج بقى، ده المسافات ما بصي ما بينها قد ايه؟ المسافات اكبر، وبالتالي الجسيمات مفيش ما بينهم قوة ترابط كبيرة، فبالتالي طاقتها كبيرة وبتتحرك بسرعة أكبر. يبقى بتتحرك بحرية تامة، سريعة جدا، عشان كده بتمتلك طاقة كبيرة، عشان كده بتتحرك بسرعة وبتتحرك ايه؟ بطاقة كبيرة. يبقى أنا عندي الصلب الجسيمات جنب بعض، السائل مش قوي، الغاز لا، ده كل جسيم بعيد عن التاني. قال لي عشان كده حركة الصلبة بطيئة، حركة السائلة أسرع شوية،
انما الغازيه بتتحرك بحريه تامه وبسرعه اكبر منهم. قال لي عشان كده الصلبه بتمتلك طاقه قليله، السائله طاقه متوسطه، والغازيه طاقه كبيره. طب ده كان بالنسبه للجسيمات. طيب تعالي يا ميس قولي لي بقى تاني، يلا انتوا اللي هتقولوا لي بقى، انتوا اللي هتقولوا لي المره دي الشكل في الماده الصلبه شكل ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت محدد. طب في السائله متغير. ها في الغازيه متغير. حلو قوي. يعني دي شكلها بتحتفظ بشكلها عادي، دي بتاخد شكل الاناء اللي بتتحط فيه، ودي بتاخد شكل الاناء اللي بتتحط فيه. طيب الحجم ها ليها حجم ثابت، السائل ليه حجم ها ثابت. طب والغاز لا متغير. احنا قلنا صلب ثابت ثابت، ثابت متغير، متغير متغير. طيب اديني امثله. قال لي الصلب يميل زي المنطده، الجدران، القلم، الاحجار. السائل زي اللبن، العصير، الميه. الهواء زي الاكسجين، زي اكسيد الكربون، بخار الميه، وهكذا. طيب احنا دي معلومه قديمه اخدناها، قلنا ان ممكن الماده تتحول من حاله لحاله اخرى عن طريق التسخين والتبريد. زي لو انا عندي مثلا ميه عملت لها تسخين، عملت لها انصهار للتلج، ده هيتحول مين لميه؟ هيتحول من صلب لسائل عن طريق حاجه اسمها انصهار. طيب ها ويتحول من ايه كمان؟ من تجمد الميه، يعني هيتحول من سائل لصلب بحاجه اسمها تجمد. يبقى انا عندي هنا لما هينصهر التلج، لما التلج هيسيح هيتحول الى ميه، يبقى انا كده برفع درجه الحراره، يبقى كده بيعمل له انصهار. طب العكس بقى، لما اجي ادخل الميه دي الفريزر، يبقى انا بعمل لها تجمد. طيب قال لي اهو ملحوظه ودي مهمه قوي قوي قوي. لا يمكن لاي جسمين ان هما يشغلوا نفس الحيز من الفراغ في نفس الوقت. اهو يعني ايه يا ميس؟ حلوه قوي. يعني انا الكره دي اخد الحيز من الفراغ ده، انا ما ينفعش الازازه دي تتحط مكان الكره في نفس الوقت، لازم دي تبعد عشان دي تتحط مكانها. يعني انا مش هينفع الاتنين احطهم في نفس المكان في نفس الوقت، لا، ولازم واحده تتحط في وقت غير واحده. يبقى انا عندي ان هما الاتنين، او انا عندي لا يمكن لاي جسمين، مستحيل لاي جسمين ان هما يشغلوا نفس المكان في نفس الوقت. قال لي اهو ويمكن صب مين؟ السوائل، لان ليس لها شكل محدد ولكنها تاخذ شكل الاناء اللي تتحط ايه؟ بتتحط فيه، يعني ليها حجم ثابت. يبقى انا عندي ان السوائل ليها حجم ثابت بس ما لهاش شكل ايه؟ ثابت. ممكن تاخد شكل الاناء اللي هي محطوطه فيه، لكن هي ايه؟ حجمها هيفضل زي ما هو. طيب بيقول لي بقى ممكن ملاحظه قياس الماده، يعني ممكن الاحظ واقيس الماده دي بواسطه مين؟ قال لي اول حاجه لو انا عايزه اقيس الطول، هقيس الطول بمين؟ بالشريط القياس او العصا المتريه. يبقى انا عندي هنا اهو ممكن اقيس الطول. بايه؟ انا عايزه دلوقتي هقيس الطول باي ما بنقول بحاجه اسمها العصا المتريه او بشريط القياس. ده بالنسبه للطول. طب يا ميس انا عايزه اقيس دلوقتي وزن. قال لي عندي حاجه اسمها الميزان الزنبركي. الميزان الزنبركي ده بحط فيه حاجه هنا، بعلقها هنا وبتسحبه لتحت تحت كده ناحيه الارض. قال لي فالانبوبه دي بتبتدي ان هي ايه؟ تتحرك. فلما بتتحرك بيبدا يديني الوزن بتاعي اهو. يبقى انا بحط الجسم هنا وتبدا الانبوبه دي تتحرك ايه؟ عن طريق ايه؟ الوزن بتاع الجسم. هعرف منها ايه؟ هعرف انها وزن الجسم. يبقى انا الوزن بستخدمه على حاجه اسمها ميزان الزنبركي. الميزان الزنبركي. يبقى الطول عن طريق العصا المتريه او شريط القياس، الوزن عن طريق الميزان الزنبركي. طب ايه كمان؟ قال لي درجه الحراره بقيسها عن طريق مين؟ الترمومتر. لما بسخن ماما بتقيسي درجه حرارتي بمين؟ بالترمومتر. طيب دي كانت القياس. طب انا عايزه بقى اقول لك على الملاحظه. قال لي انا ممكن اهي الاحظ واقيس كميه الحليب عن طريق الكوبايه اللي بحطها فيه.
او كمان ممكن اقيس ملاحظه وقياس حجم انتفاخ مين؟ البالونه كلما ايه امتلأت بمين؟ بالهواء. ممكن الاحظ التغيير في ايه؟ في حجم البالون لما باجي انفخه بالهواء، او لما في حاله نفخه بقى بالهواء بشوف ان هو ايه الحجم بتاعه بقى عامل ازاي. ببدا ان انا الاحظ او اقيس الاختلاف اللي حصل له. ممكن اقيس اهو او الاحظ كوبايه لبن مثلا عن طريق الكوبايه اللي انا حطاها فيها. صح كده؟ صح كده. وبكده سنة 5 نكون خلصنا حصتنا النهارده. اتمنى ان تكون كل الاجزاء اللي احنا قلناها مفهومه بالنسبه لكم. كانت معاكم مسارة دي منصه خطه تعليميه.